هناك ابتدى العرب بقى اللي هم بنوا السوالم، عرب السوالم. طبعا تركوا الاخ ابن بقر ده اللي تحالف مع سليم واشتغلوا ضد العثمانيين السوالم، وابتدوا ان هم يلعبوا معاهم لعبه القط والفار. اي عثماني يشرد كده ولا كده يروحوا يصيدونه وقاطعين راسه وباعتين الراس على مين؟ طومان بي. طومان بي يهلل ويعلق الراس فين؟ على باب زويله، على باب النصر، على ابواب القاهره، علشان الناس تتشجع ان في مصريين شغالين اهو. بعد كده ابتدوا يلعبوا سياسه الارض المحروقه، ودي كانت فكره العرب مش طومان بيه. ايه هي الارض المحروقه؟ ان هم يحرقوا الغلال من عند الفرمه اللي هي منطقه مدن القناه وانت نازل للقاهره. كل المدن دي حرقوا شون الغلال وشون التبن، شون القمح، شون الفول، اي مخازن فيها او اكل للبشر او للحصنه والخيول والحمير وكذا اعزكم الله، كانت بتتحرق. دي اسمها ارض محروقه. وبالفعل نجح عرب السوالم ان هم ياخدوا بونت في معسكر سليم بيه، ان هم يدوا على قفاه. ليه؟ الخيل وصل، الخيول بتاعت الجيش الجرار بتاع سليم الاول عقبال ما وصل منطقه الخنكه خلاص خلاص. ده غير ردم الابار وسد الميه وتسميم الابار، ويعني شغل بتشتغلوا لهم في الازرق. ده العرب مش المماليك. المماليك كانوا رافضين رفض تام الخروج. طومان بيه كل لما يقول لهم نخرج نقابله في الخنكه وليته فعل، برضه لا. طب نروح لهم بالبيس، لا. طب نروح لهم مش عارف، لا. احنا هنحاربهم هنا. المماليك ما خرجوش. اللي اتجرأ وكان بيحارب ده حتى الفلاحين. اللي قبض على الجاسوس اللي اسمه ابراهيم السمرقندي، كان اسمه واحد فلاح من بلبيس، فلاح مصري. الراجل دخل اسقيك وبتاع، تعالى ده ضيفنا ومش عارف ايه. المهم سهاه وراح واخده خطفه وقطع راسه. راح لطومان بيه في المعسكر في الريجانيه، قال له اللي يجيب لك ابراهيم السمرقندي تديله مكافاه ايه؟ قال له اديله 1000 دينار. فراح فاتح العبايه بتاعت الجبايه جلابيته وراح مطلع راس السمرقندي ده. ضمان بيه اداله 1000 دينار امر بتعليق الراس على الوثاق. الوثاق ده عباره عن بوابه على باب المعسكر عليها السنجة او الشعار بتاع السلطنه المملوكيه. الوثاق ده كان فيه اخوه عند سليم الاول. المعسكرين